اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم واحد الطويجين ديال الخرشف، واحد المريقه اللي هي زوينه بزاف لذيذه. حتى اللي ما كيبغيش الخرشف غادي يولي كيحماق عليه، يولي مدمن عليه بعد ما يذوق المذاق ديال هذه المريقه. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نوريكم الطريقه باش كنقي الخرشف، يعني واحد الطريقه اللي هي بسيطه وسهله. دابا راه ولا الخرشف حتى في الاسواق كيتباع منقي مقطع، يعني اللي ما كيبغيش ينقيه في الدار واللي بغى ينقيه فكاينه طرق كثيره، يعني ممكن انكم ما تمسوش كاع بيديكم، يعني باش ما يخسرش هكذا الصبيعات ولا يكحل فيهم ولا. اذا هانتوما معايا ان شاء الله حتى تشوفوا طريقه سهله باش كننظفوا، عاد غتشوفوا معايا كي غادي ندير نطيبوا. اذا فكناخذ الخرشف اللي كندير ليه بحال هكذا. اذا هذا الفيديو ديال تنقيه الخرشف راه سبق لي حطيته معكم شحال من مره، غير عاودت معكم هنايا هذا الجزء باش نذكركم يعني بالطريقه اللي كنعتمد في تنظيف الخرشف. فكنقطعوا بحال هكذا وكناخذ شي بونجه اللي كتكون حرشه، شي حاجه هكذا باش كنغسلوا المعان ولا اللي بغيتو. فهنا عندي نقيه وجديده يعني ما كنغسلش بها، فمخصصها فقط الخرشف. هانتوما كتشوفوا يعني اللي ما عرفش شنو هي هذه، فهاد اللي كننظف بهم هادو هما دوك الاسفنجات اللي كنشريهم باش كنغسلوا المعانات ديالنا. كنخليو شي وحده هكذا نقيه كنطفوا بها الخرشف، كتحكوا بها بحال هكذا بسهوله، غير واحد الحكه خفيفه فكيتحيد كلشي دوك الخيوط اللي الفوق وداك الشيء هكذا القشره الفوقانيه صافي، وكيبقى عندنا الخرشف زوين نقي. ما كيبقى لنا غير نقطعوه هكذا. انتم تشوفوا معايا حتى الطريقه باش كنقطعوا، فهي طريقه سهله ماهله. كنقطع كميه كبيره ديال الخرشف في مره واحده. اذا هذه هي طريقتي المعتمده دائما في تنظيف الخرشف، فكيجيني بهذه الطريقه ساهل. وإلا بغيتو كيف قلت لكم ما تقيسوش الخرشف، ممكن انكم هكذا غير واحد البلاستيكه ديرها في الايد الاخرى، يعني باش ما تقيسوش نهائيا بيديك صافي وتكمل. ها نتوما كيبان لكم الفرق بين الجهه اللي حكيتها هكذا والجهه اللي مازال. ولا ممكن ديروا حتى هاد الشيتات. هاد الشيته راه شريتها من ايكيا غير بشي 5 دراهم ولا 6، فخديت جوج، وحده كحله خليتها للمعانات وهاد البيضه هذه. فكنديرها هكذا الخرشف، يعني الا بغيت ننظف شي حاجه ديال الخضر كنخليها دائما نظيفه صافي. من بعد ما كنكمل فكنحطوه هكذا، كنحطو فوق واحد القطاعه، كنحط هكذا واحد القطع طوال وكنقطعهم كاملين في مره واحده باش كيجيو بنفس الحجم صافي. وكنحطهم حدايا هكذا في شي بانيو، كنغسلهم بالماء، نغسلوه بشويه الحامض باش ما يكحالش ليكم اللي بغيتو يعني حتى كتنظفوه. دابا نمشيو لطريقه الطبخ ديالنا. فكناخذوا واحد الكوكوط، ولا ممكن طيبوه حتى في الطنجره، غير هي الكوكوط سريعه في الطياب ديالها. عندي هكذا واحد طريفات ديال اللحم. من الافضل تاخذوا اللحم هكذا ما يكونش غليظ بزاف باش دغيا يطيب لكم، يعني تكونوا مرقينو شي شويه. وعندي هنا واحد البصيله، كيف شفتوا واحد البصله شويه كبيره، فكنقطعها هكذا قطع صغيره فوق اللحم حتى كنقطعها. عاد غادي نشعل البوطه. اذا فهاد المريقه هذه غتجينا خاتره ومعلكه زوينه بزاف بزاف، وفيها فقط غير الحيمه مع الخرشف وشويه الزيتون. هانتوما غادي تشوفوا طريقه طبخ زوينه بزاف ورائعه. الا اعتمدتوها ان شاء الله عمركم ما غادي تبدلوها، سواء في الطريقه اللي غادي نشوفوا معايا ولا في التتبيله اللي غادي ندير اللي كتواتي بزاف الخرشف. اذا بعد ما قطعت البصيله كامله غادي ندير شويه الزويته ونشعل النار. اذا بالنسبه للزيت فكندير زيت الزيتون، هو اللي كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الخرشف. فدرت تقريبا واحد نصف كاس، تقريبا واحد 5 المعالق كبار ديال زيت الزيتون ولا 6 وصافي. وغادي نشعل النار ونكمل البقيه ديال التتبيله اللي غادي ندير. اذا فهنا شعلت النار ودرت حدايا الماء يطيب باش غادي يعني ما نخليهش يتقلى في زيت الزيتون بزاف، غير يبدا هكذا يسخن ليا وغادي نخوي عليه الماء الطايب، يعني نروي بالماء اللي غادي يطيب فيه صافي. انا درتو حدايا شعلت النار وغادي نجيبو التوابل اللي غادي نبداو نعملوهم. فبالنسبه للتوابل غادي نعمل التوابل اللي هي طبيعيه. فانا كيف كتعرفوا عندي في القناه ابدا عمري ما استعملت الخرقوم العادي ديال الباكيه، يعني الملون الغذائي اللي طبعا كله اضرار وكله مواد ضاره. فكنستعمل غير داكشي الطبيعي اللي كنكون اغلبيه طحناه في الدار. درت هنا واحد 2 فصوص ديال الثوم وغادي ندير التوابل. فاول حاجه غنبدا بها غادي ندير الخرقوم البلدي الطبيعي اللي كنشريه عند العطار وكيطحنوا قدامي، ولا كنجيبو للدار ونطحنو. فغادي ندير واحد نصف ملعقه تقريبا ديال الخرقوم ولا اكثر شي شويه. غادي ندير كذلك سكينجبير كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الخرشف. اذا فسكينجبير كنكثر شي شويه، تقريبا غندير واحد الملعقه كامله
كذلك غادي ندير واحد شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار والتحميره. اذا التحميره هنا عندي اللون ديالها ما حمرش بزاف لانها تحميره بلديه، تحميره طبيعيه، يعني غير الفلفله مطحونه. وبالنسبه للابزار ما غاديش نكثر، يعني غير واحد شويه كيف شفتوا، واحد نصف ملعقه صغيره ولا ما كاملاش، لان الحار ديال السكينجبير هو افضل وصحي اكثر. وكيف شفتوا راه حنا درنا من واحد الملعقه كامله. صافي هذه هي التتبيله كلها اللي غادي نحتاجو. اذا خلطنا الحيمه مع العطريه عندنا مع البصيله، غادي نخويو عليهم الماء. بالنسبه للماء ها نتوما كتشوفوا معايا، فبالنسبه للماء درت واحد تقريبا واحد شحال غادي نقول لكم، تقريبا واحد 2 كؤوس ولا 3 ديال الماء. اذا درت انا بلا عبار. المهم غادي تشوفوا شحال غادي تجي الكميه ديال الماء مع الخرشف. اذا غادي ندير شويه الملح كذلك. والملح يعني واحد المعلومه مهمه جدا، ما تكثروهاش مع الخرشف، لان الخرشف ما كيبغيش الملحه، ماشي بحال البطاطا والخضره الاخرى اللي ما كتبانش فيها الملحه. الخرشف يعني كنديروا غير شي شويه فكيجي هو هذاك. يعني الا كثرتوا الملحه فغادي يجيكم مالح ما فيه ما يتكال. اذا بالنسبه للملحه ديروا غير شويه حتى الاخر وذوقوه، الا جاكم خاصو الملحه زيدوا شي شويه. اذا في الملحه ما كنكثرش. وكذلك بالنسبه للماء، الخرشف راه ما كيشربش بزاف، بحال مثلا فاش كنديروا خضره وكنديروا بطاطا، البطاطا كتشرب الماء شحال ما كثرتو فهي كتشربو. اما بالنسبه للخرشف راه ما كيشربش نهائيا الماء. يعني ديروا غير اللي غيطيب فيها هكذا الحيمه مع الخرشف، وما نكثروش بزاف. ديروا شويه الماء باش ما يتحرقش، ولكن ما نكثروش لان الخرشف ما كيشربش نهائيا الماء. اذا غير اللي غادي يطيب فيه وداك شويه المياه اللي غادي تبخر وصافي. اذا دابا ها نتوما كتشوفوا درت الماء اصلا كيف شفتوا غليان، يعني من بعد ما كملت التتبيله ديالي كامله فدرت الخرشف هكذا. الخرشف من بعد ما غسلته وصفيته فكنحطوه هكذا في الكوكوط. وهنا من بعد ما هبطته شويه كيف شفتوا معايا، يعني الماء تقريبا كيبان لينا انه مع الخرشف نيشان، يعني قريب ليه ولا مغطيه شي شويه. اذا صافي ما غاديش نزيد نهائيا حتى شي شويه د الماء، هذا هو اللي غيطيب فيه حتى الاخير. اذا دابا غادي نسدو الكوكوط ديالنا نديروا لها الصفاره، ولا قبل غادي نديروا شويه د القزبر ومعدنوس. القزبر ومعدنوس كل مره كيفاش كندير ليه، ممكن انكم بحال هكذا ديروا واحد القبيطه وتخليوه، يعني تطلق لنا غير داك اللذه ديالها وفي الاخر نحيدوها. وممكن كذلك انكم تقطعوه، اذا انا كيعجبني صراحه مقطع. ولكن شي مرات هكذا الا بغيتو المرقه تبقى هكذا صافيه، يعني ما فيهاش داك اللوين هكذا ديال القزبر ومعدنوس، فممكن انكم تحطوه مقبط، يعني يطلق الفوائد ديالو كامله. وممكن انكم تحيدوه من بعد الا بغيتو. اذا فقطعت هنا واحد القبيطه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نسد الكوكوط وندير الصفاره ونخليه تقريبا واحد شحال غادي نقول لكم، تقريبا واحد نصف ساعه حتى 40 دقيقه عاد نحل عليه. اذا الحيمات راه درتهم فتيين ودرتهم رقاق شي شويه وما غاديش يشدوا لنا الوقت كتير، يعني غيطيبوا في نفس الوقت هما والخرشف. من بعد ما دازت تقريبا واحد 35 دقيقه فحليت الكوكوط، فكل شيء طايب، اللحم وطايب كذلك الخرشف. هانتوما كيف كتشوفوا كتبان ديك المريقه معلكه وزوينه، غير هي باقا شويه المريقه كثيره اكثر من اللي بغيت. فغادي نزيد الان. هانتوما كتشوفوا الحيمه راها طايبه، يعني دائما فاش كندير هكذا الوقت تقريبا كيف قلت لكم بين نصف ساعه حتى 40 دقيقه فكنلقى كلشي طايب. اذا دابا هذا الوقيت هو اللي غادي ندير فيه شويه الزيتون وشويه الحامض المصير، الحامض المرقد. اذا بالنسبه للزيتون فكيعجبني مع الخرشف هكذا الزيتون الاحمر، كيعطي واحد النسمه خاصه وكيجي معاه بزاف، كيتواتى مع المذاق ديال الخرشف. وكذلك الحامض المصير كيجي زوين بزاف. اللي ما عندوش الحامض المصير ممكن ياخذ الحامض العادي طري وتعصروا شويه منه فوق المريقه ديالكم هكذا فوق الخرشف. صافي من بعد ما درت هذا الشيء غادي نسد عليه تقريبا واحد 5 دقائق حتى يطلق لينا داك المذاق ديال الحامض والزيتون وتنسجم كلها العناصر مع بعضها. صافي ونحلو عليه. اذا بعد ما نحلو الا بان لكم المريقه باقا كثيره
فممكن انكم هكذا تحيدوا الغطاء وتخليوها واحد شويه تعلق. واذا بانت لكم هي هذه القياس اللي بغيتو فصافي داكشي اللي بغينا، يعني غادي نتدوقوا غير الملحه واش هي هذيك ونقدموه نحطوه في طبق التقديم. المعلومات اللي مهمه بزاف فاش تكونوا طيبوا الخرشف انكم ما تكثروش الملحه وما تكثروش الماء، لان كيف قلت لكم ما كيشربش الماء وكذلك ما كيهش بزاف د الملحه، يعني الا كثرتو فما عندوش الحل. اما الا درتيها ناقصه فحتى لهاد المرحله وزيدي شويه د المليحه. وحاجه اخرى يعني الا حسيتوا انه هذه معلومه في كل الطياب يعني بصفه عامه فين ما كنطيب في الكوكوط، الا نسيتوه شي مره ولا حسيتوا انه بحال شميتي شويه ريحه الحراق ولا شي حاجه فما تحلش نهائيا الكوكوط وما تحيدش الصفاره، نيشان ديها تحت الماء. اذا نيشان حل ديها هكذا في البوطاجي كنحطها تحت الماء وكنحل عليها الماء مزيان مزيان، عاد كنسد الماء وكنحيد الصفاره. من بعد ما كتحلو فواخا تكونوا شميتوا ريحه الحراق وتكونوا حسيتوا انه تشوط فكتلقاو انه نهائيا ما تحرقش، يعني هذاك اللحظه اللي كنبقاو سادين وداك الماء اللي كنخويو فنهائيا ما كيتحرقش لينا، يعني بحال كيعالج الامر وكيخليه نهائيا ما كيتحرقش. صافي هانتوما من بعد ما حليت فلقيت ان ديك المريقه خاتره ومعلكه وزوينه بزاف. صافي هادشي اللي بغينا. اذا فغادي نقدموه بهذا الشكل هذا، نحطوه في الصحن وكنخليو دائما فيه مريقه باش كنلقاو ما نغمسو، فديك المريقه ديالو كتجي لذيذه بزاف بزاف ومعلكه ما تشبعوش منها. هذه هي طريقتي في طبخ الخرشوف. انا اكيده ان شاء الله انكم الا جربتوها غادي تحماقوا عليها وتولي معتمده عندكم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وجربوا الوصفه في بيوتكم، والى عجبكم ما تنساوش كيف العاده تدعموا القناه وتخليونا الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده باذن الله. السلام عليكم.